السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم شلاضه كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق ديال البسطيله. شلاضه اللي كتجي راقيه في الشكل ديالها ومكونات كيكونوا في كل دار، يعني الخضره راها متواجده عندنا في الدار. كنزيدوا عليها اضافات بسيطه وكيبقى لكم الاختيار، يعني كل وحده كتفنن كيف ما بغات في الشلاضه ديالتها. ما غاديش نطول عليكم، غنخليكم مع المقادير والطريقه. وبالنسبه للشلاضه هنايا سلقت الروز في شويه ديال الملح باش كيجينا بنين. غادي نزيد عليه الفلفله مشويه، الوان مقطعه، وغادي نزيد عليه واحد الحك ديال المايس ولا الذره. غادي نزيد ليه شويه ديال الزيتون مقطع، وغادي نزيد واحد جوج علب ديال الطون بالزيت ديالهم. هذاك الزيت هو اللي كينسم لينا الروز وكيجي بنين، واللي ما كيبغيش يمكن ليه يستغنى عليه، يعني تصفوه وعاد تخلطوا به. غادي نزيد هنايا واحد راس معلقه ديال البصار. وبالنسبه للملحه راه حنايا درناها في الروز وكاينه في الطون، يعني بلاش، وكيبقى لكم الاختيار، يعني الملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى كينسجموا لينا. وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه ولا زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد العناصر. كناخذ هاد المول ولا اي مول عندكم غلفتو بالسلوفان، وغادي نعمرو بهاد الشلاضه ديالتنا بالروز. كنضغط عليه مزيان باش ملي كنحطوه كيشد لينا داك الفورمه ديال داك المول اللي حنايا حطينا فيه. من بعد ما عمرنا المول ديالنا غادي نقلبوه في الطبق اللي غادي نقدموه فيه. كيجي على هذا الشكل. ودابا غادي ندوز باش نوجد الخضره اللي غادي نرافق معاه. هنا عندي بطاطا اللي قشرتها وقطعتها على هذا الشكل اللي كتشوفوا، وسلقتها نص سلقه، ودرتها في اللاطه اللي فرشت لها ورق ديال الزبده، وزدت عليها معلقه كبيره ديال المطارد، شويه ديال الزعتر، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه الهريسه، شويه الزيت البلديه، وكنخلطها مزيان وغادي ندخلها للفران وغادي نخليها كتحمر. المهم هنايا راه تحذف ليا المقطع اللي درت فيه هذه العمليه. وهذه هي بطاطا ديالتنا من بعد ما خرجناها من الفران، كتجي مقرمله ومحمره على هذا الشكل وكتجي بنينه. الخضره عندي هنايا الباربه من بعد ما سلقتها وقطعتها، عندي هنايا البروكولي اللي فورت، وخيزو اللي قطعته قطع مائله باش كيجينا على هذا الشكل. المهم غادي نشرمل هاد الخضيره وغادي نرجع باش نقدم معكم طبق التقديم. بالنسبه للباربه غادي نزيدها شويه ديال المعدنوس، وشويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال الابزار، وشويه الملح، وواحد شويه ديال الزيت البلديه. وبالنسبه للخيزو غادي ندير ليه شويه ديال المعدنوس حتى هو، واحد شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال الزيت البلديه، كنزيد هنايا شويه ديال الكمون. ودابا غادي نحط معكم شلاضه اللي كيف قلت لكم كيبقى لكم الاختيار في اي خضره يمكن لكم تستعملوها. ما تقيدوش بهذا الشيء اللي درت انا، كل واحد واشنو كيكون متوفر عنده. وهاد البطاطا جربوها بهاد الطريقه اللي عطيتكم، راها كتجي رائعه، ولا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها، كتعجب الكبير والصغير. المهم هنايا غادي نقاد
الطبق ديال التقديم. وهذه هي شلاضه ديالتنا كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هنايا الروز زينته قبل بيض مسلوق شويه ديال مطيشه سوغيز وزيت والكحل، وفي الوسط درت واحد زليفه درت فيها المايونيز وزينتها بوريقات ديال المعدنوس وواحد الزيتونه كحله. المهم كتجي على هذا الشكل. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. في الصراحه راها بمكونات بسيطه ولكن كتجي راقيه في الشكل ديالها. وهنا غتكون نهايه الفيديو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك والبارطاج، واللي اول مره كيشاهد القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومع السلامه في فيديو جديد باذن الله.